مولاي المعظم، لقد قضيت عمري كله مخلصا لك وفي خدمتك للسيطرة على الناس بالسحر والحيلة، محافظا على استمرارك على العرش وضمان ألوهيتك. لا أطمئن لحديث هذا الساحر. يبدو أنني قد ورطت نفسي في أمر قد لا أطيق تحمله. قلبي ينقبض كلما رأيت وسمعت حديث هذا الساحر، وما زاد وفاض أنه يطالبني بأن أصبح شريرا خبيثا مكروها بين الناس. ستصبح قريبا شخصية مرموقة يهابك الجميع. لست متأكدا من ذلك، فأنا ما زلت أفكر في أمر الساحر، وهل سأستطيع إكمال تلك الدروس في السحر والخداع أم لا؟ هل تحتاج مساعدة؟ تفضل لنناقش الأمر سويا. ماذا تريد؟ لقد أتيت من أجل درس اليوم يا سيدي. حقا لقد انتصفت الشمس في السماء. عذرا يا سيدي، لن أكرر هذا الأمر ثانية. يبدو أنني قد تهاونت معك ولم أكن صارما بما يكفي. سيدي ماذا ستفعل؟ سيكون هذا هو درس اليوم لك أيها العالم المستهتر. خذ. أرجوك يا سيدي لا. ماذا بك أيها الغلام الطيب؟ هل أنت مريض؟ كلا يا سيدي، ولكن جسدي يؤلمني من عقاب الساحر وعقاب أبي وأمي. ولأي سبب هذا العقاب؟ لأنني أتأخر على الساحر بسبب جلوسي معك وأنا ذاهب للدرس، فيضربني بقسوة، وأتأخر على أهلي وأنا عائد للمنزل لأنني أمر عليك فأعاقب من أبي وأمي. يا للغلام المسكين. استمع إلي يا بني، واعلم أن ما سأحدثك به ليس هو أقرب حديثنا إلى قلبي، ولكنه ضرورة وقد يخرجك من هذا المأزق. سوف أضع ذلك في الحسبان يا سيدي. إذا جئت الساحر وسألك ما حبسك عني وأراد أن يضربك، فقل له لقد حبسني أهلي. وإذا جئت أهلك وأرادوا أن يضربوك، فقل لهم لقد حبسني الساحر. ما الذي يفزع الناس هكذا؟ إنها دابة عظيمة تقطع الطريق وترعب الناس. دابة؟ افعل شيئا يا بني، ألست فتى الساحر؟ أرنا شيئا من سحرك يصرف عنا خطر الدابة. فتى الساحر، كم أكره تلك الكنية، فأنا أعلم أنه ما يعلمني إلا خداعا وضلالا لا يفيد ولن يدفع خطرا أبدا، لذا أنا لا أملك إلا يقيني وإيماني بالله الذي تعلمته من الراهب. توكلت على الله. إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر، فاقتل هذه الدبة حتى يجوز الناس. عاش الغلام، قتل الدابة. لقد قتل الغلام الدابة. لا، إنه الغلام، لقد نجى القرية من الدابة.
ما حدث اليوم في شوارع القرية له دلالة على مكانة عظيمة قد بلغتها عند الله يا أيها الغلام. ولكن الناس هتفت بأني ساحر القرية ونسبوا فضل الله علي إلى الساحر. لا تشغل بالك بهذا الأمر، إن قتلك الدابة بذلك الحجر الصغير ما هو إلا بداية لبركات واسعة من الله، وقريبا سينتشر خبرك بين الناس بالخير وسينسون أمر ذلك الساحر. حتى ولو نسوا أمر الساحر فأنا لا يمكنني أن أفصح عن إيماني ويقيني بالله تعالى، وأن كل شيء بفضله تعالى ومشيئته. لا تتعجل الجهر بإيمانك يا بني، ودع الأمر كله لله، ولكني أوصيك يا بني وصية لا تهملها. خيرا أيها الراهب. يا بني، أنت الآن أفضل مني، وأنا على يقين أنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، فأنا رجل مسن لا أتحمل جبروتهم وقسوتهم. سطع نجم الغلام وذاع صيته بين الناس، فقد من الله عليه وحباه بدعاء شفاء مستجاب، فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم جميعا بإذن الله. وماذا تريدني أن أفعل لك؟ يا مولاي، لقد خرج الغلام عن السيطرة واتخذ صف الناس ونسي رسالته التي علمته السحر من أجلها. أنت من تسبب في هذا المأزق، وأنت من يجب عليك أن تجد له حلا. كيف يا سيدي والغلام منقطع عن دروس السحر منذ وقت ليس بالقصير؟ تعني منذ أن قتل الدابة العملاقة بحجر صغير. أجل يا سيدي، فتلك كانت آخر دروس السحر التي لقنته إياه.